اهو انت قاعد في الدنيا لفترة مؤقتة. مفيش اي حد في الدنيا اداك اي ضمانات. ما تمسكش فيها قوي بقى، ما تزعلش على حاجة قوي، وما تفرحش بحاجة قوي، وما تديش الدنيا اكبر من حجمها. الدنيا دي بكل اللي فيها صغيرة قوي، بس انت اللي مكبرها علشان عامل زوم ان. السلام عليكم. هقول لك معلومة اي حد معاه موبايل بكاميرا يعرفها، مش سر يعني. كل ما تزود زوم التفاصيل هتقل، عشان هي دي فكرة الزوم أصلا، إنك تركز على حاجة وتتجاهل حاجات تانية. وفي المقابل كل ما تبص للصورة من بعيد هتلم تفاصيل أكتر. كلام بسيط وسهل ومفيهوش أي تعقيد، صح؟ تخيل إن معاك أهم صورة في حياتك، صورة من حفلة تخرجك أو صورة من فرحك. وعشان المثال يبقى مظبوط أكتر خلينا نقول إن الكلام ده حصل قبل اختراع برامج تعديل الصور. لحظة التقاط الصورة وبالصدفة كده كنت انت مكشر وضارب بوز، بس كل اللي حواليك فرحانين، العروسة بتضحك، المعازيم بيسقفوا، كل الناس سعداء إلا حضرتك مش عارف ليه. ربنا يهديك يا ابني والله. المهم، الصورة دلوقتي معاك، جرب كده تعمل زوم شوية. المعازيم هيختفوا من الصورة ومش هيفضل فيها غيرك انت والعروسة. طب اعمل زوم اكتر، العروسة كمان هتختفي وهتفضل انت لوحدك. طب ادخل بالزوم اكتر واكتر، انت جسمك كله هيختفي ومش هيفضل غير وشك بالتكشيرة اللي عليه. لو قررت بقى ساعتها تثبت الصورة وتعمل لها كروب على الوضع ده، تبقى عملت اكبر غلطة في حق نفسك. لانك كل ما هتفتح الصورة دي مش هتشوف فيها حاجة حلوة، مش هتشوف فيها حاجة خالص غير تكشيرة حصلت منك بشكل عفوي من غير ما تقصد. انت حتى مش فاكر كنت مكشر ليه. مع الوقت الصورة دي هتثبت في خيالك انت كمان، وهتبقى دي فكرتك الوحيدة عن يوم فرحك. مع ان في الحقيقة الصورة اكبر من كده وفيها تفاصيل اهم واكتر من كده بكتير، بس انت اللي اخترت تعمل زوم ان وتدقق على اصغر واتفه حاجة في الموضوع. الحياة اللي احنا عايشين فيها كده ليها صورة في خيال كل واحد فينا، بس في ناس شايفاها جزء صغير من حياة تانية اكبر، وفي ناس تانية مش شايفة من الصورة غير المدة القصيرة اللي هنعيشها هنا. وطول ما انت شايف الصورة أصغر من حجمها الطبيعي، طول ما انت هتتضايق وهتزعل وهتتعب من حاجات أصغر من حجمها الطبيعي. قرشين خسرتهم ممكن ينكدوا عليك، انترفيو بتاع وظيفة عجباك ما توفقتش فيه ممكن تحس ان نهاية الدنيا، قصة حب فاشلة ممكن تحسسك ان الحياة انتهت. كل ده هيحصل لك مش عشان انت عظمك طاري، لا، عشان انت مصغر دماغك قوي، او بمعنى اصح مصغر الصورة. ما تقدرش تحكم على حياتك